عن عمر ناهز 70 عاما وري الثرى جثمان شيخ عشائر الدليم في الأنبار الشيخ ماجد علي سليمان، الذي عرف بمواقفه الوطنية ودعواته إلى مقارعة الإرهاب ومناصرته للوحدة الوطنية. بحضور شخصيات عشائرية ورسمية شيع جثمان الشيخ المرحوم ماجد عبد الرزاق العلي سليمان أمير عشائر الدليم إلى مثواه الأخير عن عمر ناهز 70 عاما. كان مصلح، وأكثر شيء من الخلاف السياسي يكون بين السياسيين، وهو يكون مصلح بينهم وبين الناس. أكثر شيء يحافظ على محافظته وعلى العراق، على وحدة العراق. فقدت مدينة الرمادي هذا اليوم رمز من رموزها، بل من أكبر رموزها بوفاة الشيخ الأمير ماجد العلي سليمان أمير قبائل الدليم. الحقيقة هذا الرجل كان صمام أمان لمدينة الرمادي بشكل خاص ومحافظة الأنبار بشكل عام. كانت له بصمات كبيرة جدا في حل كل المشاكل التي تعتري مدينة الرمادي. كان مضياف الرجل مضيفه كان مفتوح بشكل يومي لكل أبناء محافظة الأنبار. كان رجلا وسطيا معتدلا، كان راعيا للشباب، محتويا للأمور، مصلحا في ذات البين في هذا المضيف. فندعو من الله سبحانه وتعالى أن يلهم ذويه الصبر والسلوان. عرف الفقيد بمواقفه الوطنية الداعمة لوحدة العراق ووقوفه بوجه التنظيمات الإرهابية منذ عام 2003، وأسهم في حلحلة بعض الأزمات السياسية الداخلية في المحافظة وخارجها. الشيخ ماجد العلي سليمان الله يرحمه كان رجل مصلح بين العشائر، وكان له دور كبير في الاتفاقات العشائرية والعلاقات بين العشائر والدولة، وكان له أهمية كبيرة أنه يصلح بعض أمور محافظة الأنبار. وأجمع شيوخ العشائر في الأنبار على اختيار الشيخ رعد عبد الجبار العلي سليمان خلفا للراحل ليكمل المسيرة ويسير على النهج الوطني الذي وضعه الشيخ الراحل رحمه الله. نعلن باسم عشائر الدليم، نعلن من هذا المكان بتنصيب الشيخ رعد عبد الجبار العلي سليمان أمير عشائر الدليم وخلفا للشيخ ماجد عبد الرزاق العلي سليمان. نرجو له التوفيق، وأن يحذو حذو عمه الشيخ ماجد عبد العلي سليمان، وأن يكون أيضا صمام الأمان للعراق ومحافظة الأنبار. حافظ الشيخ الراحل على تقاليد المشيخة الثقافية والاجتماعية، بل تجاوز ذلك عندما أصبح صمام أمان للمحافظة كلما مرت بظروف استثنائية خانقة. من مدينة الرمادي وسط الأنبار، أحمد الدليمي، العراقية نيوز.